على تقييم بقى لاعبين الزمالك بعد مباراة وتعادل مع المقاولين العرب. نبدأ بحراسة المرمى محمد صبحي، ما جاش عليه اختبارات كتير، ممكن نديله 6 من 10. خش على باك يمين عمر جابر، ممكن برضو 6 من 10. الونش عمل ماتش كويس، 7 من 10. حسام عبد المجيد في وجهة نظري أفضل مدافع في مصر، 10 من 10. مفيش أحسن ولا أجمل من كده من حسام عبد المجيد. البنتايج محتاج تشتغل على نفسك اكتر في التغطيه، عشان النهارده كان في كره عرضيه في اخر دقيقه، اللاعب بتاع المقاولين دخل عليك واللعيبه ما تقول لك كيلو وانت واقف بتتفرج، سابك طبعا لما هنرتي اي حاجه. بنتايك ممكن ياخد 5 من 10. عندنا في نص الملعب دونجا 4 كويس، 4 من 10. شحاته 6 من 10. شحاته 6 من 10. جنبيهم عبد الله السعيد ياخد النهارده 5 من 10، ما عملش حاجه كان محتاج استفادة اكتر. ناصر ماهر برضو 5 من 10، مستواك المفروض يبقى احسن من كده. ناصر في ماتش سيراميكا كان اعلى. ادم كيادي ممكن برضو 5 من 10. ولسه عداء الدباغ ممكن ياخد 5 برضو من 10، محتاج مستواه. اللي عجبني ونزل غير الشكل خوان 2000 ياخد ممكن 7 من 10. عمل كام ترقيصه وحمس الجمهور، ياخد عليها نقطه بتاعت تحميسه الجمهور دي. كمان نزل سيف جعفر، ممكن نديله 4 من 10. عمل طبعا تغطيه كويسه بعد اصابه دونجا وخروجه. كمان نيجي للولد اللي نزل عمرو ناصر، ممكن نديله 2 من 10 برضه، لسه خامه مبشره ولسه جاي عمرو ناصر. كمان مين؟ عبد الحميد المعالي هنديله 3. عبد الحميد المعالي 3 من 10. برضه يا حريف ما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ولايك والكومنت الايجابي، وما تنساش الدعم الايجابي لاخواتنا الفلسطينيين. وان شاء الله انتظروا بكره حلقه رزع اوروبا، وان شاء الله استنونا هنديكوا تشكيله الدوري